الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما زمرت الإذاعة تذكرت مرة كنت عم أخطب الجمعة بدار الحديث الشريف، فالإذاعة ساعة تصفر وساعة تزمر وساعة تقطع وساعة جابوا لي كهربجي أنا على المنبر، ساعة يفوت من تحت باطي، ساعة يجي من فوق كتفي، أنا وياه خلصنا الخطبة سوا وصلحت الإذاعة يمكن بإذن واحد أحد. حطوا لي الإخوة عنوان المحاضرة الاستعداد لشهر رمضان. الصيام ركن من أركان الإسلام، ونحن نعم سبحان الله يعني لازم نستعد، وكل شيء مثلا أركان الإسلام يلي يختصوا فيها الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هن بينوا لنا الفقه، بينوا لنا حدوده، بينوا لنا كل شيء فيه. فيا هل ترى هلا نحن يعني مزبطين أمورنا، صلاتنا صحيحة، صيامنا صحيح، زكاتنا صحيحة، حجنا صحيح، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله متحققين فيها. الصيام سبحان الله، الصيام جنة، جنة بمعنى ترس، اللي صايم شايل ترس، والشيطان بيضرب فيه، بيضرب 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 من 6 ضرباته بالترس. فالصيام شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. أنا أمي كانت تدرس عندي، فدرستها كتاب أحكام الحيض والنفاس، وصارت تبكي تقول لي يا أمي معناتها نحن شو تعبدنا، قديش روحنا على حالنا الصلاة، قديش روحنا على حالنا الصيام، لأنه نسائنا الكبار بمجرد ما شافت الدم وقفت، لا صلاة ولا صيام، نهار 2 10 20 مو بيناتنا، المهم في دم ما في لا صلاة ولا صيام. والحديث نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا لقي الله وهو عليه غضبان. فقلت لها يا أمي تعي لحتى درسك أحكام إيش الفقه، وقعدت صارت تدرس معي، وصلنا على الصيام. فقلت لها إنه الشيخ محمود بعيون الرنكوسي رحمه الله تعالى بيذكر في شرحه عن الصيام بأنه الصيام مو بس لحالنا صمنا، حتى الأمم السابقة صامت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلذلك سيدنا آدم وأمنا حواء صاموا شهر رمضان، وهي أمنا حواء صايمة، اجت العادة الشهرية، قالت له لسيدنا آدم شو ساوي؟ قال له حتى أسأل ربي. قال له يا ربي حواء حاضت، شو تعمل؟ قال له خليها توقف عن الصلاة. وقفت عن الصلاة، نطفت. قالت له لسيدنا آدم شو ساوي؟ قال له حتى أسأل ربي. قال له يا رب حواء نطفت، شو تعمل بالصلاة؟ قال له لا تقضي الصلاة. على شهر رمضان اجت العادة، قالت له شو ساوي؟ قال له حتى أسأل ربي. قال له يا رب حواء حاضت، شو تساوي بالصيام؟ قال له ما تصوم توقف. وقفت، نطفت وخلص شهر رمضان. قالت له شو ساوي يعني هلا اقضي الصيام؟ فقاس سيدنا آدم على الصلاة، انه رب العالمين سبحانه وتعالى قال له لا تصلي، فقال له لا تصومي. فعتب الله عليه: لما لم ترد العلم إلي؟ ليش ما قلت لها الله أعلم وسألتني؟ خليها تقضي الصيام. وأمي زعلت من سيدنا آدم، وتقول لي يسألوا شو خسران؟ كنا ما قضينا هلا، لأنه القضاء شو تقلوا هلا القضاء؟ لا، القضاء تلاقي إنسان صايم والبيت كله مفطر. يعني هلا لازم إنه في البيت مثلا الزوج يعني يصوم مع زوجته يساعدها مشان يكونوا صايمين سوا، وتلاقي كلاتهم بالبيت مفطرين والحرمة لحالها صايمة. نعم. فسبحان الله الوالدة الله يرحمها يعني زعلت من سيدنا آدم. الصيام عنا من أذان الفجر قبل ما يدخل الفجر لوقت المغرب. هلا أنا ما بدور على على الأذان، لما بكون أيام بالبيت أو بالسفر أو بشيء معنا ساعة حكم الوقت بنفطر. فلذلك أولادي لما بيكونوا معي فبتم عينهم علي، إذا لوني أكلت ولو الجامع ما أذن بياكلوا معي. ليش؟ لأنه دخل وقت المغرب. نحن عنا هلا مثلا جامع الحي تبعنا بينتظر جامع أبو النور، جامع أبو النور بينتظر جامع الشيخ محي الدين، جامع الشيخ محي الدين بينتظر الأموي. طيب ليش لا انتظر؟ إذا دخل وقت المغرب ليش لا انتظر؟ فبنفطر. فمرة نعم أنا قضيت عمري بالبوادي والقرى اشتغل فيها نعم،
لذلك هلا كثير من المشايخ بيقولوا يعني انه الشيخ فتحي منين طلع؟ لك ما كنا نسمع لا باسمه ولا بصيته ولا بنعرفه منين اجانا. انا ما كنت بالمدينه، كنت اشتغل بالارياف وبالقرى والصحراء، وسبحان الله يعني هنيك القرى والارياف يعني عندهم خامه طيبه. بعدين يكفينا مثلا بصلاه الجمعه لما اقول السلام عليكم ورحمه الله السلام، بفزوا الناس شيخ جيره الله غداك عنا. بالمدينه السلام عليكم ورحمه الله السلام، انا بلتفت لما ما تم حدا، وين راحوا؟ هنا كله هربوا. فكنت موجود في بلد في قريه، فسبحان الله اي نعم تسحرت عند احد الناس ونزلنا على الجامع قعدنا، اذن الفجر، تفاجأ انه الامام بيعبي كاسه مي وبيجي لعندي باعتباري انا شيخ البلد، بيجي بيقول لي تفضل شيخ. اي تفضل، ما اذنت الفجر يا رجل؟ قال لي بالأموي من 40 سنة أذنوا الفجر وضيفوني. ملك ما ضيفوك على أذان الفجر، ضيفوك على أذان الإمساك. الفجر ما في نعم شيء. قالوا لي أهل البلد اللي بالجامع شيخ من 40 سنة بضيفنا مي، من 40 سنة ما صمتوا هنا. فالإنسان سبحان الله يعني مفروض كل بلد كل عيلة، كان كل عيلة فيها طالب شريعة أو اثنين طلاب شريعة طلاب علم، فكان نعم الناس كلياتها تطلب العلم الشرعي، لأنه بدنا نتعلم العلوم الشرعية مشان نصحح عبادتنا. إذا يوم القيامة وقفنا بين إيدين الله سبحانه وتعالى وكبلنا هالصلاة وكبلنا هالصيام وكبلنا هالحج، شو استفدنا؟ شو طلنا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، والحج خذوا عني مناسككم، والصيام الشيء اللي قدرنا إياه واللي كتبوا نعم واللي ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام. بتلاقي بشهر رمضان كل الناس بيجوا جايبين مسائل طلاق وجايين، والله شيخ طلع خلقي على الحرمة وطلقتها. لك بس الدرويشة طلع خلقك عليها يعني لو فيك مثلا يعني اطلع احكي لك كلمة برا بالشارع، يعني شوف فيك تحكي كلمة برا ما بيسترجي، بس هي الحرمة نعم يعني طلع خلقك عليها وبهدلتها وطلقتها. فبتلاقي بشهر رمضان معظمه بيجي بمسائل الطلاق، مع انه هو شهر الصبر سبحان الله، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، وشهر في صلاة التراويح أكرمك الله يا سيدي، وشهر نعتكف فيه كنا العشر الأخير من رمضان، فبندخل على بشهر رمضان ب20 رمضان قبل أذان المغرب نفوت على الجامع، من تمنا قاعدين بالجامع لحتى نصلي صلاة العيد بنطلع. فأول مرة اعتكفت في جامع الحنابلة يمكن مشي 30-32 سنة، فأبي بيبعث لي خبر إنه هيك الله سبحانه وتعالى قال لك إنه تترك شغلك تقعد بالجامع. قال إيه يابا الله سبحانه وتعالى قال لي اترك شغلي واقعد بالجامع. الناس اجوا على الجامع لقوا في فرشة والحاف ومخدة، خير إن شاء الله شوفي والله في طالب علم معتكف. شو يعني معتكف؟ يعني قاعد بالجامع لا بيروح ولا بيجي، هيك الله قال له يقعد بالجامع. اي نعم هيك الله سبحانه وتعالى يقعد بالجامع. اي نعم، فلذلك نقعد بالجامع. فسبحان الله أول سنة بحياتي بعتكف جابوا لي أهل بيتي نعم ربطة خبز قسمتها هيك فتت نعم يعني مشان تكمل معي. جابين لي علبة حلاوة، جابين لي نعم صفط بيض وعلبة سمنة نعم والغاز وبريق شاي. اي والله. وإذ اجى رجل قال لي مرحبا عليك شيخنا الوهلين. قال لي شيخ شو رأيك إذا بتطلع من الجامع تتفرج بس تطلع فيني، وأنا كل يوم بجيب لك فطور وسحور من أحلى ما يكون، بس الشرط أنه لما بتطلع من الاعتكاف أنا لو حقف لك مواجهة جامع فأنت بتطلع فيني. بيذكر أحد الآئمة الشيخ عبد الوهاب الشعراني في أحد كتبه بأنه في أحد الأولياء طلع من الخلوة فوقع بصره على كلب من كلاب القاهرة، فكان هالكلب تتبعه الكلاب كلها، فقال لحاله خلي الشيخ يطلع من الاعتكاف ويطلع فيني مشان انه ايش يعني الله سبحانه وتعالى ينزل عليه البركه. فكان كل يوم يجيب لي الفطور والسحور، ناول اهل البيت خذوا الكراكيب تبعاتكم. اي نعم، وانا زلمه قاعد هون، يوم يجيب لي كرواسال مدري شو هذا وكريسبي وميسبي، ايه واقعد انا افطر واتسحر وكيف عليها. صار صلاه العيد، صليت العيد، طلعت لبرا لقيت الزلمه عم يستناني على باب الجامع، طلعت فيه انقطع عن طلب العلم ما عاد درس. قال لي شيخنا يا ولدي فلان وينه؟ قلنا له والله سيدي. قال لي انه طلع فيه بس اطلع من الاعتكاف.
طلعت فيها من قطع عن طلب العلم. اي والله قال لي الله يجيرنا. ف يعني احيانا الانسان، هلا كثير ناس بيجي شيخ حط ايدك على راسي اقرا لي، لك شو بدي اقرا لك؟ شو بدي اقرا لك؟ واحد قال لي مره انه قدس سرك، لك وين السر تبعي؟ والله لا عندي سر ولا عندي شيء. فاحيانا الناس بيعطوا هاله للانسان اكبر من حجمه. اي نعم. يعني مره كان في مولد عرس، ففز مدير الثانويه الشرعيه اخذ الميكروفون وقال لهم هلا بده يتكلم فضيله الشيخ فتحي صافي، وانظروا للعالم، والنظر للعالم بقوي النظر بقوي البصر. اي نعم. تفضل. طلعت والله على المنصه، قلنا له انا زوجتي بتلبس نظاره طبيه، لو كان النظر للعالم بقوي البصر كان قامت النظاره وارتاحت منها. فلا تصدقوا الشيخ هذا اللي عم يحكي. اي نعم. سبحان الله. يعني الناس تعطينا هالي اكبر منا. الشيخ احمد الحارون من عنا من الحاره، الناس بيحكوا بكراماته وبيسكتوا، فبس الناس بيعطوا هالي اكبر من الحقيقه. فمره كان الشيخ احمد الحارون رحمه الله تعالى بتكية السليمانيه، معروفه تكية السليمانيه؟ معروفه. كان عم يتوضا يوم عرفات عند الظهر، الناس وقفت بالسعوديه بعرفات، بلشت وقفت عرفات، هو عم يتوضا بده يصلي الظهر. اجى رجل السلام عليكم شيخنا، قال له عليكم السلام. قال له سيدي بعثني على الحج. قال له اي حج يا ولدي؟ الناس وقفت بعرفات، ما كان في وقت، يعني لا باص بقى يوصلك ولا سياره ولا باخره ولا شيء بقى يوصلك. قال له سيدي بعثني على الحج، انتوا اهل الله لكم الكرامات، وانتوا لكم الدين، وانتوا ايش المسافات الله سبحانه وتعالى بيختصر لكم اياها انتوا. قال له وقف على كتف البحره لحد فشاك، هلا بتنزل بالبحره تطلع من بحرة المدينه المنوره. ايه وقف قدح ودفشي، اجى بنص البحره، فز لساعته بالبحره تبع تكيه، نزل مسبات بالشيخ. يعني احيانا تلاقي الناس سبحان الله بيعطوا للمشايخ هالي اكبر منهم. مره انا مستلم جامع مقام ال40، في عندي عارضه خشب قاعد عم دقدقها، بنيت الا في رجل اي والله قال لي عاوز شيء شيخ؟ قال له سلامتك. بقى الدرج اللي من ال40 لتحت املس جدا، لانه الاف السنين والناس تطلع وبتنزل عليه، وهو لابس جرابات. والله قال لي شكني قلبي انه بجوز الزلمه يزحط زحطه يصير تحت. قال لي عاوز شيء شيخنا؟ قال له سلامتك. حط اجره على اول درجه صار تحت، عرفته انه زحط، بس بدي خفف عنه شوي، يعني ركضت وراه دغري. سيدنا قلنا له انت من اهل الخطوه ما شاء الله، يعني اول خطوه صرت بالجامع، ثاني خطوه رح تكون بمكه، ادعي لنا. قال لي الله ياخذكم، انكسر عصي. قال لي روح جيب مطرقه خشنه اضرب فيها الدرج. نعم خليه يخشن الدرج. اي نعم يقطع خمله. قلت له والله فكرتك ولي من اهل الخطوه، انا عرفانه زحط وقع، بس انت حالي لخفف عنه الوقعه شوي. وكانوا يطلعوا لعنا هالنسوان تلاقي شي 200 امراه يطلعوا لعنا اي نعم بوقفه عرفات. وقال الفقهاء ليس التعريف بشيء، يعني بيطلع بيوقف على الجبال بعرفات ما له شيء. فالنسوان اي نعم عقيده الدروشه يطلعوا لعندي لفوق. اي والله يطلعوا تقول لي شيختهم شيخ احكي لهم عن يعني شو جبل 40، شو في يعني كرامات، شو في شغلات. فهي بتقول لهم حديث، بتقول لهم قال النبي عليه الصلاه والسلام من لم يستطيع زيارتي فعليه بابن خالتي، عن جبل 40. قال جبل 40 ابن خالد سيدنا النبي. اي نعم. بتقول لي شيخ اي نعم عود درس عليهم قرؤون. قل لهم ليش 40، فهموا ليش 40. قلنا لهم حدثني جدي قال لي يا ولدي الصبي بيجي من بطن امه راكبه 40 عفريت، كل ما كبر سنه بينزل عنه عفريت، ليصير الزلمه عمره 40 سنه بيكمل بيعقل. المرأة بتجي من بطن امها ما فيها ولا عفريت، كل ما كبرت سنه بيركبها عفريت. قلنا لها قديش عمرك حجي؟ قالت لي 70 سنه. قلنا لها ما شاء الله وكان راكبك 70 عفريت. قالت لي مين حدثك؟ قلت لها جدي. قالت لي هيك وهيك بجدك. فبيطلعوا لفوق. لك حرمه قالت لي شيخ رح اتوضا واجي بوس ايدك، بدها توضا تيجي تبوس ايدي. لك اصلا اي نعم بلا وضوء ما بيجوز، بالوضوء راح وضوءك اي نعم وارتكبنا حرمه، بس دغري على الدرج طقيت قفل سكرت على حالي مشان ما تطلع لعندي. فبيجوا لعندي هالنساء مشان يباتوا ليله. فالمراه والجاهل والطفل الصغير اذا ما بتلاقي لهم شغله بيلاقوا لك 100 شغله. فبقول لهم على 40 محراب، يلا كل محراب ركعتين ركعتين، 80 ركعه بينزلوا الحريم مهدود حيلهم، كل واحده حامله السك تبعها وعلى بيتها فرشك دغري رايحه على البيت.
سبحان الله بيجوا على الماء اللي بينزل من الصخر، فبيقولوا الناس بأنه الجبل يبكي على مقتل هابيل عليه السلام، وقابيل وهابيل ما قتلوا بعضهم عنا، قتلوا بعضهم على جبل سرنديب في سريلانكا ولا اجوا على بلادنا. والمية اللي بتنزل سبحان الله تلاقي بترسي من المطر بتصير بتنقط، وبالصيف لما ما عاد تنقط بيصيروا بكتوا لها مي بقى من فوق مشان تزرب من تحت، والجبل بيبكي بالتنكة يومين. فبنشوف بنعير له شو قديش بنكتله مشان يبكي. فاجوا قال شيخ بدنا تعطينا كل وحده قنينه مي حقها 25 ليره. هي القصه من 95 كانت 25 ليره منيحه، وبيطلعوا لهم 200 حرمه. قال شيخ بدنا كل وحده قنينه مي. وحده بلشت تطلع مصاري من الجيب العيره، وحده من غطى الصلاه، وحده من صدره، وحده مدري منين، وحده، وجابوا لي ايش المصاري مشان اعطيهم مشان ايش عبي لهم مي. فهي المي قلنا لهم الله انا حبيتكم، يعني انا يعني بين عليكم اهل الله، انا رح اطلع لفوق قلت لكم مي جديده مشان ايش اعبي لكم الجيران. قال ايش مي منين بتجي؟ لمين بتجي؟ يمكن تنفوت نزل تحت. قال ما عاد بدنا مي. لا يا حجي طيب من راعيكم 10 شوراب تعطوني حال لنيني؟ قال ولا فرنك. لا حول ولا قوه الا بالله. الصوالح اولاد حارتي قالوا لي روحت على حالك، باب رزق له اول ما له اخر. فهي المي اللي بتنزل تلاقي من الصخر بيجوا الناس بيحطوا ايدهم فيها بيمسحوا وجههم. الايدين من وسخ الايدين بتصير المي مثل مرقه الفول. بيمسحوا وجههم بصير معهم التهاب حواف اجفان. بينزلوا من عندي دغري اي نعم على مجمع العثمان على اقرب مركز ايش مشان العيون. لكن البركه شيء والجذبه شيء. تباركوا بالصلاه ركعتين، تباركوا بسوره شيء بقراءه شيء من سور القران الكريم، تباركوا بذكر الله. اما انه اي نعم معروفه هالمي انه بدها تاذينا، العين حساسه، العين نقيم مي وسخه نحط بعيوننا هي بركه؟ في عندي حجر كانوا يحطوا فيه زيت زيتون وفتيل ويشعلوه، فكانت الناس اي نعم يظنوا انه الحجر في قدره على الشفاء. فاجوا لعندي شيخ مروا على ظهري في معي اي نعم انا ديسك، مر لي الحجر على ظهري، قلت اخي والله ما بيساوي شيء الحجر، يا ريت يشفي. والله لنزلوا بكره من الصبح على مشفى المواساه، كرجوا على دار العالم بعتهم على البيت. شو ما بنحب الخير ليش نحن؟ شيخ انت شو خسران؟ كرجوا على ظهري، بكرجوا على ظهري وقف هيك. والله يمكن طبت شيخ. لك شلون طبت؟ اي نعم، ما هي حاله نفسيه افتكر حاله طاب. فسبحان الله اي نعم يعني الناس حتى كانوا يجوا الناس يربطوا خيطان، عندي خشب يعني صاير فيه اي نعم فتحات يربطوا خيطان فيه. فانا سمعت مره من الشيخ محمود بعيون الرنكوسي رحمه الله تعالى، قال له للشيخ بدر الدين الحسني، قال له سيدي عم يجوا ناس عم يربطوا خيطان عنا بالجامع. قال له لسه في منهم هدول يا ولدي؟ لسه في ناس من هي التقوى هالدين؟ هلا هدول ضايعين ما عرفانين شرع الله سبحانه وتعالى. هي هون بقى مهمتنا نحن، بقى مهمتنا انه ندل هالناس على الله دلاله صحيحه. هلا هدول بيحبوا الله والرسول بس مو عرفانين كيف بده ايش يرضوا الله وكيف بدهم يعبدوا الله. هون بيجي بقى عملنا نحن. امبارح كنت بمدرسه شرعيه، فكنت عم اقول لهم يعني هلا انتم ان شاء الله بس تكبروا بدكم تقودوا الامه. يعني هلا مثلا الجامع اقوى من الجامعه. الجامع بندرس للتطبيق، بالجامعه بيدرس مشان ياخذ شهاده. فكانوا يمشوا معي انا طلاب شريعه معهم ليسانسات شريعه، اذا في القاء كلمه في اي نعم عقد قران في شغله يقدموني الي. ليش؟ لانه درسنا للتطبيق، نحن ما درسنا للشهاده. فكنت اقول للطلاب يعني هلا انت طالب شريعه اذا ما بتقرا مع المشايخ ما بتستفيد شيء. المشايخ هي ادلتك، هي اي نعم اللي بدلوك على الله سبحانه وتعالى. بس طبعا مشايخ بدها تكون اي نعم يعني الها باع بالعلم، الها باع اي نعم بالدعوه. يعني ما بدنا مشايخ حكواتيه. اي نعم، لا بدي شيخ يفتح كتاب وانا افتح كتاب ونقعد ندرس. هلا هاي المحاضره هيك شو بيجي على بالي عم احكي؟ لانه ما في كتاب من ضد طين اي نعم في عم نذكر شو مثلا الاحكام. فقاعدين هلا اي نعم سهرانين مع بعضنا عم نحكي اي نعم شو اي نعم صار معنا بالدنيا والاحوال. سبحان الله مره كنت نازل من درعا على الاستراد، نازل اي نعم على الشام، ولا وقفنا مكرو، وقفنا والله اجى كرسي ورا الشيخ ورا الشوفير، وهذا مكرو يعني مكرو خاص. شو سأل الشيخ؟ قال ما بدي. لك سأل الشيخ؟ قال ما بدي، ما بحب المشايخ. ايوه لك سأله. طلعنا معه. قال لي شيخ العمل رح يسدني هون.
خير إن شاء الله. قال لي بنتي أنا خطبت لواحد كتبنا له كتاب براني ولا عاد اتصل فيها ولا هدية ولا أي شيء، ولو بيطلع يمكن شيء 8 أشهر 9 أشهر، فهلا متقدم له واحد رح يكتب كتاب محكمة عليها. بصح الكلام هذا؟ لا ما بصح. كتاب براني معناتها متزوجة، ما لقيته الا كسر على اليمين ضرب فرام. يا حبيبي تعالي ما احلى ينزلني بانصاص الليالي. قال لك عمو الله يرضى عليك، والله ما انا حطيت الشرع، اللي حط الشرع الله سبحانه وتعالى. نحن بس مهمتنا نبين للناس شرع الله، بس اللي حرم وحلل رب العالمين مو نحن. اي نعم. قال لي ما قلنا له اخي خلص الله يرضى عليك، يعني بنحلل لك اياها ان شاء الله. اي والله دلني على اللي بيت احمد بنته كذا، ما زبطت، ما مشي الحال. اي نعم ما ردوا علينا. فهي الشريعة سبحان الله. يوم الله سبحانه وتعالى أكرمني بالتوبة والهداية ومشيت بهالطريق، يعني ما كنت أعرف أنه هو الطريق الحقيقي، فضعت أول شيء مع الناس. نعم. بعدين لحتى التقيت بسيدنا الشيخ صالح، قال لي يا ولدي ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. لا مرة كان في مولد بحارة جديدة، قدموا الدكتور توفيق ابن الدكتور سعيد رمضان البوطي يلقي كلمة. طبعا هو شيخنا وابن شيخنا، راح ألقى كلمة عن المعصية والتوبة. بعد منه قدموني أنا، قلت له هذا شو بيعرفوا بالمعصية والتوبة؟ هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أبوه الدكتور سعيد جده ملا رمضان، شاب نشأ في طاعة الله. أنا بحاكيكم عن المعصية والتوبة ولا ينبئك مثل خبير، أنا اللي عشت فيها. هلا أنا خطيب حطوني بجامع الحنابلة، جامع الحنابلة حارتي، كل الناس بيعرفوني. فأول درس أعطيته بعد صلاة الجمعة قلنا لهم يعني يا الله أنا ما تمنيت يحطوني بجامع الحنابلة، لأنه هلا كل الناس بس يطلعوا من الجامع تعال شايف هذا الشيء هلا بس يروح بحكي لك عليه. أيوة. يعني بدنا نكسب استغابة الناس. يوم الله سبحانه وتعالى أكرمني بالهداية والتوبة، اي نعم، ويعني وسبحان الله هو اللي أعطى. فجل جلال الله كنت نايم، رأيت فيما يرى النائم أني يساق إلى جهنم بالسلاسل بالجنازير، فالجنازير بإيدي وحلقة وبرقبتي وبخصري وبرجلي، وكنت أبكي، وفعلا أنه كان يعني خوف شديد، كأنه فعلا أنه أساق إلى جهنم مو رؤيا. فكنت له يا ربي دخيلك، يا ربي إذا بتطالعني ما عاد أعمل شيء، يا رب إذا بطلع من هون يوم القيامة إذا ما بتوب ما بيحق لي إلك ربي أرجعون، يا ربي طالعني، يا ربي دخيلك يا ربي. وأبكي، فقت لقيت حالي بالفرشة، بلشت نطوت بالفرشة، روقت، غيرت أوعية، دوشت، نزلت على الجامع، على جامع الحنابلة، بطلوا يصلوا. قال خير شو جاي تساوي؟ قال والله جاي أصلي. قال امتى كنتوا تصلوا انتوا؟ نحن 13 شاب اخ ولاد عم، انا كنت الادمي فيهم، انا اللي ضايع حقي، فتصور البقيه شو كانوا. اي والله. قالوا لي اذا جاي تسرق صباط، هي التشتوش عنا ببيع احذيه، زي الخوذ صباط ما عنده احنا بندفع حقه، بس حل عنا بدنا نصلي. كعمي والله جاي اصلي. وقفوني والله، وقفوا حوالي ناس مشان خافوا اغدر بالامام، يعني يكون شربن لي شيء شغله اضرب الامام. والله وقفت. اي نعم. كبروا العالم، صرت طلع عليهم شلون عم بيكبروا، واحد كبر من هون واحد كبر من هون، ليش هيك؟ بعدين وقف واحد حط ايديه هون، واحد تكتف لا اله الا الله، واحد رجليه هيك، واحد رجليه هيك، واحد رجليه هيك. لك ليش هيك عم يساودون؟ جينا على التشهد، لما عدنا بالتشهد واحد رفع اصبعته ما عاد نزلها، واحد رفعها ونزلها، واحد صار يحركها هيك. لك تعال يبطش فيهم هلا. لك ليش هيك بالجامع كل واحد شكل؟ ما بعرف. اي نعم. فبدأت بالصلاة وخبصت الدنيا. مرة تشاجرت أنا وواحد، أنا خباز كنت أشتغل الخباز، تشاجرت أنا وواحد ضربته بالمنشار، روحت له رجله، فصار يبكي هو شاب والله. بعدين تذكرت أنه الشيخ أحمد قتابي أبو حامد من معهد فتح الإسلامي قال يا ولدي كل إنسان صار بيننا وبينه موقف بدنا نوقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى نحن وياه. قلت لحالي والله معناتها الزلمة بده يشتكي علي لله سبحانه وتعالى. رحت جبت له قية سودانية بصري خضراء ورشيت له عليها ملح وينعم وبهارات، قلنا له خذ كول وسامحني. قال ما بسامحك يا رجل، قال ما بسامحك. كنت بأثناء أدخن، رحت طلعت من جيبتي اي نعم سيكار كليوباترا كوبي شيء فاخر، قلنا له خذ اشربه.
سامحني، قال ما بسامحك. وغير بديل، قال ما بسامحك. من صالحك تسامحني؟ قلت له قال ما بسامحك. رحت فردت اوعي، طلعت سكينه طولها، قلت نافضه ضرب جايب اجله، بده يشتكي فرد مره. والله رقدوا تلاميذ سيدنا الشيخ صالح حملوني واخذوني لعنده، اثناء قال لي يا ولدي ما افلح من افلح الا بصحبه من افلح. شوف الناس الفالحين وامشي معهم، اذا بتتم لحالك رح تخلص الدنيا لحالك. وبدات نعم سبحان الله نعم بالمشي مع المشايخ. قرات على الشيخ حسين صعبيه ما يقرب من 9 سنوات، قرات على الشيخ حسان الهندي شي 10 سنوات. ما خليت نعم اصول فقه، ما خليت لغه عربيه، ما خليت توحيد، ما خليت فقه. نعم قرات عندهم خلال 19 سنه علوم كثيره. وبعدين نعم خرجت بقى للقرى مشان اني اعلم. وكنت احلم اني اكون مؤذن، قول بس كون مؤذن. اكثر من هيك حلمي ما طلع اكثر من هيك. صرت مؤذن، صرت امام جامع، صرت خطيب جمعه، والفت كتب شرعيه، احد كتبي يدرس في الازهر. فسبحان الله نعم يعني شويه صدق مع الله سبحانه وتعالى بنقلك نقله نوعيه كبيره. بس صدق مع الله شوي، يا سلام، بتلاقي الدنيا كلها اختلفت معك. هلا بحط على راسي عن خدي بنام مباشره. مره كنت خطيب جمعه بقريه من القرى، فقال لي نعم احد المصلين كنت بايت عنده، قال لي شيخ بدك تقعد لحالك هلا، انا ربع ساعه بكون غفلت. ربع ساعه يا زلمه؟ قلت له انا اول ما احط راسي على مخدي بغفل مباشره، لهلا بس حط راسي على مخدي بغفل. نعم ما لي اذي حدا، ولا لي متعدي على حدا، ولا لي اكل مال حدا، ولا حدا له معي مصاري، ولا لي مصاري مع حدا. بهالمرض هذا اللي صابني احد المسؤولين اتصل فيني، مرحبا شيخ، قلت له اهلين، قال لي انا فلان، قال له اهلا وسهلا. قال لي شيخ قديش عم تكلفك المعالجه؟ المعالجه بتكلف جرعه الكيماوي حقها 150,000، ما بدفع انا ولا فرنك. قال لي قديش مكلفتك؟ قلت له والله ولا فرنك ما بحط. قال لي عليك دين؟ قلت له لا. قال لي عاوز شيء؟ قلت له لا. قال لي اذا اعتزت شيء قال لي شو بدي اعتاز منك؟ الله موجود، شو بدي اعتاز؟ مره كنت بريف دمشق، اجى واحد قال لي شيخ انا قرايبي فلان متبين يعني نعم يعني بالدوله شغله كبيره. قال لي قرايبي فلان انا رايح لعنده على البيت، بدك شيء منه؟ انا رايح على بيته. قلت له انا رايح على بيت الله، بدك شيء من الله؟ انا مدعوم اكثر منك. انا موقف نعم على سجاده الصلاه نعم موقف بين ايدين الله سبحانه وتعالى وبصلي، بعرف انه رب العالمين سبحانه وتعالى ما بيقول مع السلامه، لا انا ولا غيري. بس هي مشكله الناس انه يعني ايش بعيده شوي. ما انت قرب شوي من ربك. نعم ربك سبحانه وتعالى قريب منك. الناس سبحان الله بيصيبها بيقول لك يعني بيجوا شيخ ادعي لنا، شو بدي ادعي له؟ لك ادعي لحالك. بيجي واحد شيخ بتبيت استخاره، لك شو بدي اقول له بالاستخاره؟ قل له يا ربي فلان بده يتزوج، قال لي انت شو لك علاقه؟ شو دخلك؟ ما هو يستخير، هو يقول يا ربي يتزوج مشان قل له شو يعمل. اما انت مين فوتك واسطه؟ هنا شيخ بيت لنا استخاره مشان الله. هنا شيخ معيتك يعني هنا يعني. وسبحان الله يعني مره واحد نعم بعت طلاق لزوجته وكاتبها على الورقه انه زوجته طالق. فاجا ابوه للشاب عزمني على الغداء نعم، سوانا نعم اكله ذبيحه ومليحي وكبه وسمن عربي واهلين بالشيخ. قالوا الله تاريخ مشان فتره الطلاق. اي والله لسه ما حطيت ايدي باللقم بدي اكل. قال لي شيخ والله ابني طلق بنتي طلق كنتي، بعت لها رساله. انا باثناء كنت فقيه حنفي مالي مطلع على مذهب الشافعي كما يجب. تاريخ مذهب الشافعي الكتابه الطلاق في قول عنده ما بيقع. عند ابو حنيفه القلم احد اللسانين، الشيء اللي كتبه وقع. فقلت له والله طلقت يعني كنتك طلقت. قال لي ما سمعت الطلاق؟ قلت له من ساعة ما ابنك كتب على الورقة انه فلاني طالق طلقت. نعم وما بدك تغديني لو ما امشي، يعني شو اعمل لك؟ نعم يا ريتني كنت مطلع على قول الامام الشافعي. الامام الشافعي شيخ الدنيا، يعني ليش ما نقلد الامام الشافعي؟ منقلد. فسبحان الله نعم يعني الانسان يعني عم يتعبد على مذهب. هلا بالحج نعم حتى الشافعي بيطوف على مذهب ابو حنيفه، لأنه لمس النساء عنا ما ينقض الوضوء، وإذا إنسان لمس نعم قصدا مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى،
لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فمرة نعم سيدنا الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى حب يطوف على مذهب الإمام الشافعي، هو شافعي المذهب، وكانوا مشايخنا يقولوا إذا أردت أن تسمع القرآن كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاسمعه من فم الشيخ محمد سكر. فكان عم يطوف حول الكعبة، يحط إيديه تحت باطه وطلع بالأرض وبدأ يطوف حول الكعبة 6 أشواط. بده يعدي بالشوط السابع اجت حرمة مصرية يسعد اللحية آكله وعانقت الشيخ وباسته، وطار الطواف وطار الشيخ وطار العمرة وطارت الدنيا كلها. من كم يوم كنت قاعد أنا وأحد المشايخ بمطعم، فاتت امرأة نعم 2 نساء مزوحية يعني، قالت لي الشيخ فتحي صافي؟ قلت لها نعم. قالت لي محمد ما بتحكي مع نساء؟ قلت لها مو لهالدرجة. قالت لي معلش إذا بوساك؟ قلت لها مو لهالدرجة. مو هيك، ضحكت المطعم كله. طيب امرأة عم تنكت، ما ضروري أنا فز إلا يا فاسقة يا فاجرة عليك من الله ما تستحقين. يا أخي أي نعم، يعني شعبنا اليوم وصلنا لمرحلة الناس عايشة بضغط نفسي كبير، فإذا كان نكتت لنكتة ضحكت لضحكة اي نعم نضحك معها، لا هي باستني ولا هي اي نعم لمستني ولا شيء. فالإنسان سبحان الله يعني بده يكون لطيف. إن كنت آمرا بمعروف فليكن أمرك بمعروف. هلا عنا الحي عنا فوق ما خلص الوقت؟ قديش وينه؟ ما خلص الوقت؟ طيب الله يكرمكم. فعنا بالحارة فوق الفقر شو بيمشي بركابه؟ المخدرات والدعارة والسلب والنهب والسرقة. فبتلاقي معظم الشباب بيموتوا عنا بجرعة زائدة، بياخد حبة مخدرات بيسلطن فيها بزهزه بيضرب إبرة بيروح فيها. اي نعم. فسبحان الله بتلاقيه بمرق بالشارع بيسلموا عليه شيخنا أنا شيخنا اي نعم حبيبنا، بمرق إذا مو داير باله بطرقوا طيارة على راسه. اي نعم. بيلتفت عليه أهلين بسيدنا اي نعم، أو بيقول لي ادعي لنا، بقول له الله ياخذك، بيروي والله ما قال له الله يهديك، بيقول لي شيخ زعلان مني شيء؟ متعود اني ادعي عليه، متعود اني نعم باهدله، متعود. فسبحان الله يعني اخذين لمحه عايش. في عنا مشايخ بالحي وانما ايش يعني جد، والجد ما بيمشي مع الناس. الجد سبحان الله بتلاقي يعني كثير ناس بيقولوا لي شيخ والله احنا ما بنسمع للمشايخ. انا حتى اولادي ما بيحبوا المشايخ، شلون حابيني والله ما بعرف. هنا فيوم بيطلعوا مشايخ لعنا لفوق ما بتلاقي لابني ضبضب اغراضه وحمل حاله ونزل راح. هنا ايه بيقول لي يابا يعني كلامهم ثقيل هيك ونصائحهم يعني غليظه بتجي بكذا. يعني ليش ما نكون نعم سبحان الله يعني سهلين مع الناس، طيبين مع الناس. يعني انت بدك هالزلمه يصلي، طيب يا اخي بكلمتين حلوين فهموا اياهم. اما غير ما اجي اقول له نعم تارك الصلاه نعم من ترك صلاه كذا نعم، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. في كثير ناس ما بتصلي يعني تكفروا طالعوا من المله. هلا عند الامام احمد روايه انه كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. عند الامام الشافعي مسلم عاصي يقتل حدا لكن يغسل ويكفر ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. عند الإمام أبو حنيفة تارك الصلاة مسلم عاصي. اي نعم. ليش؟ لأنه إذا تركها كسل. هلا كثير ناس تقول له ما تصلي شو بيقول لك الله يهدينا، يعني معترف بالصلاة ومعترف بتقصيره. فما بنجي بنقول له اي نعم فاسق منافق كذا. اي نعم هرب ما عاد بده ايانا ولا بده يسمع لنا. كان يجي رجل يقعد عندي بالجامع عمره شيء 65 سنة مسكين لحس عقله المخدرات والخمر، يجي يقعد عندي بالجامع ما بيصلي. أنا عندي بجامع في مطبخ، فبيفوت بيساوي شاي، بيقعد بعد درجات برا الشام قدام منه هيك، بيقعد بيشرب شاي كذا شي سنة. بعدين قال له حج ما بدك تصلي؟ قال لي والله ما بعرف صلي. قال له بعلمك. قال لي مو محرزة. قال يا رجل صلحة بلمحة تعال. أخذته والله فتنا لجوا، قلنا له رح نصلي عن دود. اي نعم مو صلاة حقيقية، تمثيل. يلا تفضل اشوف مثل حكايتي. توضى وقفنا بالصلاة، صلينا صلاة العصر. اي والله عند المغرب توضى وصلى، بس ما عاد مخه ما بيجمع، يصلي الظهر 20 ركعة
25 ركعة، يصلي العصر ركعة، شبع من ركعة واحدة. قالوا الناس مين قال لك هيك تصلي؟ قالوا شيخي الشيخ فتحي صافي. قالوا خلص طالما الشيخ فتحي شيخك استغفر منك الله. بيوم من الايام انا نازل بسيارتي ولا صاحب موس كباس هو بايده اليمين وقنينة الخمر بايده اليسار وعم يسب الرايح والجاي. اي والله الناس قال شيخ لا تنزل لا تنزل، ليش؟ قلت له قال فلان عم يعربد هون تحت. نزلت والله بالسيارة، شافني خبى القنينة ولا ظهره. قال له ما على اساس تبنى، ما على اساس رجعنا لله سبحانه وتعالى. قال لي رب العالمين بيقبل توبتي، قلت له بيقبل توبتك. اي والله. ورجاني القنينة، قال لي كبها، اداني له كبها، قال لي دافع حقها. قال له قديش حاطط حقها؟ هات اليات حقها. اعطيته حقها، حط على تمه وقرفها كلياتها شربها. نعمة قال هي نعمة. وجا يبوس بدقني وريحة بقى تمه وريحته كلها عرق. اي نعم. دورت بالسيارة ورجعت على البيت، تحممت واي نعم ليفت دقني وليفت حالي. ثاني يوم اجى على الجامع. طيب لو اني بهدلته، لو اني سبيته رح يجي ثاني يوم على الجامع؟ ما بيجي. طيب لوت لي لحيتي بالخمر، خلص ليفتها راح الخمر منها. اما قلبه عند الله سبحانه وتعالى شغله كبيره. قريه من القرى كان في عندهم قاضي ما بيصلي ومعترف بالله بقلبه، ما بيسترجي يعترف بلسانه، لانه ربي على هالمبدا هذا انه يقول لهم انه معترف بالله بده يلاقوها غريبه. رحت لعنده والله على البيت، دقيت عليه الباب يوم الجمعه، فتح الباب لما شافني ارتعب. قال له جاي اشرب عندك قهوه؟ تفضل. فتت والله. قال له سياده القاضي بدي اروح انا وياك نصلي الجمعه. قال لي متت من رعبتي لما شفتك، ما خرج لا صلي ولا خرج شيء، خليها للجمعه الجايه. قال له بركي متت من هون للجمعه الجايه، قوم روح معي. قال لي لا الجمعه الجايه بروح معك. زوجته وبناته بيصلوا، صاروا يبكوا لما لقوه انه رح يروح معي الجمعه اللي بعد منها. قال له الجمعه الجايه بيجي لعندك بنفطر سوا متى رايحين؟ ايه. جيت والله فطرت عندهم ورحت انا وياه على الجامع. قال لي ما بعرف صلي. قلت له مثل ما بساوي انا بساوي انت، اركع. بس صار فرجي، القرى غير المدينه. هلا بالمدينه اذا اجى انسان بحياته ما صلى ما بيلفت نظر حدا، شو بدنا نساوي له؟ كان ما يصلي وصلى الله يهدينا. اما بالقريه بيعرفوا بعضهم. ايه امتى كان يصلي هذا؟ ايه نعم. شو هذا؟ صار صلاوي هلا؟ روح انقلع. اي نعم. قضيت عمرك كلياته اي نعم برات الجوامع وبرات هيلا صرت صاحب دين. الناس ما بتحمل بالقرآن. اي نعم. كانوا بجامع النابلسي يجوا شباب كانوا مغنين يقعدوا بالجامع، نجي نسلم عليهم واحد واحد ونبوسهم ونهنيهم بالتوبه. اي نعم. اما القرى لاحظتم انه مثلا اذا انسان تاب هذا تاب هذا روح نلع ولا روح. اي نعم. هذا اذا ما قالوا له اي نعم روح نظف كلسونك روح. اي نعم. يعني بيزيدوا الطين بلي عليه. والله صليت صلى معي. اي نعم. بس صار فرجه بالبلد، وخاصة وجه قاضي مو اي كلام. فاي نعم الناس كلها اجت سلمت عليه لما لقوني محترمه وانا وموقفه جنب مني، كل الناس اجوا سلموا عليه، صار يصلي. اي نعم. بعدين لما توفي رحمه الله تعالى خبروني اهل بيته، قلت له ان شاء الله انه بيجي بصلي عليه، ما صار لي مجال. كان على اساس اجي يصلي عليه مع معزي اهل بيته فيه. نحن خدم، نحن بهالطريق هذا اي نعم بدنا نكون يعني طيبين مع الناس كلها. هلا اهل بيتي سبحان الله بتلاقي ايش يعني بيحبوا قعدتي، بيحبوا حديثي. اي نعم. بتكارم عليهم، مع انه 3 شغلات ما حدا بيشوفهم ابدا. 3 شغلات ما حدا بيشوفهم: عيون العقارب، وجرين الحيايا، ومصاري المشايخ. هدول ما حدا بيشوفهم. اي نعم. ومع ذلك تلاقي ايش سبحان الله يعني بكرم اهل بيتي، خذوا وجيبوا وكذا. اي نعم. يعني قدر المستطاع. إيه. والكلمة الطيبة تلاقي طالعة كلمة، يعني هي طالعة وهي طالعة كلمة طيبة. إيه نعم. يوم تجي العيال مثلا بتحط لي فرضا كاسة مي، بتعمل لي كاسة عصير كذا، يسلموا دياتك خلي لنا اياكي الله يجبري. إيه. هلا قاعدة بالدرس عم تسمع. المرأة ما في منها. نعم. فلذلك يعني الإنسان إذا مشي بالطريق خليه يضبط سيره. إذا بتقرأ عن شيخ قاسي بتطلع قاسي، بتقرأ عن شيخ نكتي بتطلع نكتي. كان في شيخ بدار الحديث الشريف يقعد اي نعم جنب البحرة، يحط الكزلك هيك والمصحف بإيده ويطلع على المصلين من فوق الكزلك. هاك رجل كان بقى يصير على الناس ساوي.
فات رجل بيشتغل بالافعالي، بتعرفوا شغيل الافعالي يعني تبع الرمل والبحص. فات لجوا بده يتوضا، رفع الجلابيه وشمرها وبكى هيك من هون، بين نصف فخده. فالشيخ اللي قاعد قال له: فاسق منافق عليك من الله ما تستحق. هذا التفت قال له: ليش يا اخي؟ قال له: نعم. قال له: ليش شيخ؟ قال: اما علمت ان الركبه عوره؟ قال له: بس لانه بينت ركبتي شيء؟ قال: نعم. رفع الجلابيه على راسه، نزل البنطلون والكلسون، صار يدور حوالي البحر. قال له: منيح هيك شيخ؟ منيح هيك؟ يعني هلا شو اشتغلت انت؟ شو اشتغلت؟ يعني نصحت الرجل انت؟ خليت الرجل نعم الركبه اللي مبينه انه يسترى لما كشف كل شيء عنده من كراكيبه ومن اغراضه. فانت يوم بدك نعم تنصح انسان يعني بامكانك توصل له النصيحه بكلمه حلوه. يمكن من اول الفيديوهات اللي سويتها كان الفيديو تبع الشكليطايه، لما اجت امراه لعندي بلا غطاء نعم وبدها تصلي، اعطيتها غطاء الصلاه ودخلتها على الموضع وتوضيت وصليت نعم. سبحان الله تلاقي وبعد ما خلصت صلاه حبيت يعني اني انصحها: ناك يا عمو الله يرضى عليك، يعني الحجاب فرض، يعني وانت ما مبين عليك سيئه، يعني والله مبين عليك مربايه، بس الحجاب مو بكيفنا، مو انه اقتنعت او ما اقتنعت، الحجاب فرض. بس هلا شوفي يا بابا، اذا حدا هلا بيضيفك ماكيت شوكولاتة وكل الشوكولاتات مغطيين، في شوكولاتة بلا غطاء تاخذيها؟ قالت لي: لا. كنت لا انت شوكولاتة تعالي ما بتزبط. صار غزل. نعم. سكتت. اعطيتها لفتي. انا لفتي هلا شويه غيرت اللفه. نعم. انا لفتي عباره عن حطه بيضاء، حقها كان 125 ورقه، بطوية وبساويها بهالشكل هذا، نفس العمامه تبعي بهالشكل هذا، هي اقرب الى السنه. نعم. قالت لي: اعطيني غطى الصلاه حتى اروح فيه على بلادي، هي من اربيل من العراق. قلت لها: لا، هي اغطيه الصلاه وقف، بس رح اعطيكي عمامتي. فكيت العمامه عن راسي، سويت لها اشار واعطيتها اياها لبستها. قالت لي: اغلى ما املك في العالم كله هالعمامه تبعك اللي انت سترت لي شعراتي فيها. وراحت على بلادها وما عاد اعرف شو صار فيها. بس انا صرت شك يعني انه هلا ببلادها اذا في مريض، واحد معه شقيقه، واحد كذا، بيجيبوا اللفه تبعي بينقعوها بالمي بيسقوا عنها. هي لفه شيخ كان بروس الجبال فوق. ما انا نعم يعني قعدت بروس الجبال سبحان الله، يعني قضيت فيها لسه لهلا انا مستلم جامع مقام ال40 لهلا المقام على اسمي. نعم، بانه انا موجود في المقام. والقعده بالمقام سبحان الله بتشرح الصدر، يعني كونه نعم الاطراف مساكن الاشراف، فالانسان ما بيقعد فوق. نعم. كل شيوخ الشام كانت تعمل خلوات فوق، يطلعوا يعملوا خلوه، والقعده فوق سبحان الله بالصفي النفس، مصحفي قدام مني، كتبي عندي، مسبحتي نعم على الطاوله، وقاعد نعم بساوي شاي بساوي قهوه، بقرا قران، بقوم بصلي. نعم قاعد. اجت لعندي امراه، الدنيا شتاء فوق مقطع، بالشتاء مقطع، طلعت عليها من الشباك ولا طالعه وحده لحالها. يا الهي شو مطالعها لحالها؟ وصلت قالت لي: شيخ بدي فوت على المغاره اقعد صلي. يا عمو قلت لها: جيتك غلط، لك بالصيف جيتك غلط لحالك، شلون بالشتاء؟ لسه بالصيف الناس فاتحه شبابيكها بيشوفوا اللي طالع واللي نازل، اما بالشتاء الناس كلها مسكره شبابيكها ومتخبيه جوا، ما حدا شاف مين طلع مين نزل. قالت لي: مشان الله بيصلي كم ركعه كذا. انا فوت يصلي. فاتت والله، فت على غرفتي، قعدت بغرفتي. نعم. فنحن يعني نحن ملائكه، يعني نحن نعم ما بيجي على بالنا شيء، هذا كذب بكذب. يعني سبحان الله قعدتها بالمغاره بالمحراب شوشتني، فتذكرت بانه كان في احد الاولياء طلعت امراه هي ماشيه بجبال، نزل ثلج وبرد، عم يتخبت عند رجل بقلب المغاره. فهو قاعد قال له: ابو مره لك ما في غيرك انت وياها؟ لك ايه نعم، يعني اذا بتكمشها من ايدها بتكمشها من كذا، لك ما في حدا شايفكم. ما شعل شمعه، قال: رح احرق اصبعتي، اذا تحملت نار الشمعه معناتها يمكن اتحمل نار جهنم. حط اصبعته، فرقعت اصبعته، صار ينفض ويدور بقلب المغاره، وهي عم تفرج عليه هيك على مجنونها. بعد شويه هديت اصبعته، رد اجى ابو مره قال لك: شوف انت شو، حط اصبعته الثاني احترقت، شعل 10 اصابيعه،
كان وقفت المطر، حملت حالها وراحت، نزلت لعند أهلها، قالوا لأهلها وين كنتي؟ قالت والله فت على المغارة الفلانية لقيت زلمة جوا. لك شو فوتك لعنده؟ قالت طيب مطر وبرد وين شو بيوم بيروح بحالي؟ طلعوا لعنده دغري، مرحبا قال لهم أهلين. قالوا له كنت قاعد تشعل أصابيعك العشرة ونحن بنعرفك انه انت مو غبي يعني مو اجدر، مشان شيء بتشعل اصابيعك. قال له مشان يعني شوف انه بتحمل نار جهنم، ما تحملت نار الدنيا، فشلون يتحمل نار جهنم؟ وهالبنت قاعده عندي ما صدقتها امتى راحت، فقلت لها انا للحرمه، قلت لها حجي يعني يا اختي بتروحي لما اقعد شعل شمعه انا الثاني واقعد ايه نعم حروه باصابيعي، الله يرضى عليك يا ايه نعم احملي حالك واطلعي من الجامع. يعني الانسان يدعي انه هو يعني ملائكه، ما لنا ملائكه، يدعي انه هو نعم سبحان الله يعني فوق مستوى الشبهات، لا ما لنا هيك، ما نحن بشر من نفس طينة البشر، بس كل ما هنالك نعم يعني بنحاول انه يعني نرضي الله سبحانه وتعالى قدر الاستطاعة، بنحاول نتكمش. نعم سيدنا احد الاولياء كان نازل هو وتلميذه من المدينة لمكة، صاروا بنص الطريق، ما خلص الوقت، ما خلص شو 10 دقائق على اساس 40 دقيقة خلاص. ايه منيح، صفى القصة هي عنكم. نزل هو وتلميذه من المدينة لمكة، فعلى الطريق قال لحاله بركي التمرات ما كفونا، قال له للتلميذ رجع على المدينة جبنا شوية تمر وتعال، فراح جاب له تمر واجا. بغيابه نزلت امرأة من رؤوس الجبال وجت على الشيخ قالت أهنئني، فراح جاب له تمر، قالت ما أريد هذا، أريد ما يكون بين الرجل وزوجته. فقعد الشيخ صار يبكي، بكي بكي بكي، تركته وراحت، قالت على مجنون هذا الحقالي اللي جيت عنده. اجى التلميذ لقى شيخه عم يبكي، قال ما بالك يا سيدي؟ قال له والله يا ولدي هيك صار معي، امرأة اجت وعرضت نفسها علي وعم ابكي. قال له ليش عم تبكي؟ قال لعلي لا اصبر، بركي الشيطان غلبني. قعد التلميذ يبكي، قال له شيخ وانت ليش عم تبكي؟ قال له لعلي انا ما صبرت، لو انت رحت جبت التمرات وانا موجود بركي انا اللي ما صبرت. نزلوا على مكة، طافوا حول الكعبة وصلوا ركعتين الطواف وسندوا ظهرهم ناموا. الشيخ شاف بنومه سيدنا يوسف عليه السلام، فقال له سيدنا يوسف للرجل نعم، قال له انت يعني هي الامرأة اللي كانت بالابواء يعني شو كان قصتك معها؟ قال له ايش منو انت؟ قال له انا يوسف. قال له يوسف النبي؟ قال له نعم. قال له ان قصتك مع زليخة عجيبة، شلون غلقت الابواب وشلون حسنت تطلع وشلون حسنت. قال بل انت قصتك مع صاحبة الابواء اعجب، نحن انبياء معصومين بس انتم مو معصومين، انتم معرضين نعم انه تنزلقوا، معرضين للخطأ، معرضين لكل شيء. ليش ما في من الصحابة واحد زنى؟ ماعز رضي الله تعالى عنه وأقاموا عليه الحد مع أنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام. ما في من الصحابة من غل أخذ مصاري، أخذ أعباء من الجهاد. ما في من الصحابة نعم من صحابية سرقت وجابوها لعند النبي عليه الصلاة والسلام بده يقطع ايدها وقال له والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. معناتها نحن معرضين. تلاقي هلا مثلا احنا كمشايخ ما بنصافح النساء، فشو بيقولوا لنا؟ نعم يعني شيخ مثل اختك، هي فعلا مثل اختي، لها راس مثل اختي، لها ايدين مثل اختي، لها اجرين مثل اختي، مثل اختي بس مو اختي. نعم يعني شو الحكي الفاضي؟ مثل اختك. ما بنصافح النساء. بيجي واحد شو بيقول لك ضرب على القلب، بدهم يضربوا على قلبه. ليش؟ لحتى مد ايدي صافحها وتصافحني. فكتير في ناس بتلاقي، خصة هلا اولادنا اللي موجودين بالمانيا وموجودين باوروبا، بيقول لك اذا ما صافحتها معناتها عم يحتقرونا كذا. لا، اذا تمسكت بدينك ما حدا بيحتقرك. وقف بنص التيار وقول انا مسلم، انا مسلم، انا ما بسرق، انا ما بزني، انا ما بغش. كان عندي طالب بيشتغل برومانيا، فبنته لصاحب الشغل عم تطلع على هالشاب، لك ما بيسرق، ما بيغش، ما بيشرب خمر، ما بيزني، وبيصوم وبيصلي. قالت له انت قديس؟ قال له لا انا مسلم. قالت له شو يعني مسلم؟ قال له هذا تعليم ديننا هيك. قالت له رح انزل معك على سوريا، اذا بلاقي الناس هيك بسوريا نفس ما انت عليه بتأسلم وبيكتبوا كتابهم بيتزوجوا. نزلت وراحت على الجامع الأموي معه. أنا بالجامع الأموي شوف هالنسوان اللي بيلبسوهم هذا البرنص والمكياج تبعها
اي نعم تلاقي وجايبه قلم حمراء نعم على تمها مثل القطه اللي اكله اسنانها اللي اكله اولادها، وتلاقي عيونها هيك خضر اكله بوكس بقول لحالي يمكن، وتلاقي بفوتوا قال جاي على الجامع الاموي، مش جاي سايب جامع الاموي، وتلاقي بنلاقي السندويش تحت السجاد كمان، اللي اكل نص سندويشه وشبع بيحطها تحت السجاده. فمتخانق نحن والناس. هي شافت انه الرحمه نازله فوق المصلين مثل رذاذ المطر، قد ما خشعت عجبه. بعث لي خبر، كنت عم درس بجامع الحاجبيه عند الشيخ حسان، فاجا اي نعم الشاب قال لي شيخ عاوزينك مشان تروح. قال له والله عندي درس. قال لي زوجتي بدها تدخل في الاسلام، واذا انسان عرض عليك يدخل في الاسلام اذا كنت في الصلاه بتقطع صلاتك. فقطعت الدرس ورحت. والله في نظره بعيونها الصفاء اللي موجود فيها عند مشايخنا مو موجود هالصفاء. ليش؟ لانه جايين على الاسلام هذول باندفاع، جايين اي نعم من قلب رب. نحن ولدنا مسلمين، ولدنا على كذب وعلى ضلال وعلى نفاق، وما بنعرف شيء من الاسلام، لا بنعرف شيء من الدين. فبتلاقي ايش متكمشين بالقشور وتاركين اللب. والناس الحمد لله اليوم يعني انا ادركت الناس لما بيجوا على الجامع ما في غير 4 5 ختايره، ولمبه اي نعم صفرة فوق الامام بتجيب مرض الرئان، اي نعم، وما في حدا بنوب، والتواليتات اي نعم من زمان سيدنا نوح، وما في شيء محدث بالجوامع. اليوم ما شاء الله وكان الجوامع بتلاقي شنيونات، هالاضاءه، الموضئات، وهالشباب اللي عم تجي على الجامع شيء بيشرح الصدر. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينبهنا عن نومه الغافلين، وان يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين لا مغيرين ولا مبدلين، والحمد لله رب العالمين.